انا مش حارق دمي في الماتش كله غير لما النادي الاهلي فكر يعمل تبديل من على الدكه، لقيته منزل حسين الشحات، محمد علي بن رمضان، اشرف بن شرقي. تخيل دول على الدكه، طاهر محمد طاهر، تخيل دول على الدكه وانا عندي بلعب في الزمالك بشيكو بنزل اساسي وعايز انافس. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طيب الاهلي النهارده، عارف انت النسر اللي خد الخزان من الارض وطار؟ هو خد وادي دجله وطار. يا معلم وادي دجله، انت ايه فاتح الملعب قوي ليه كده؟ امال عندي كنت بتلعب على الهجمه المرتده وواقف ورا ولقيتك في الاخر كسبتني بالعافيه يعني. فاتح الملعب بقى وضرب الجزاء وجون اسيست منهم وامام عاشور اصلا بيجري. امام عاشور، امام عاشور، يا ابني انت يا حبيبي لازم تمشي. هو بيراميدز اللي عندها فلوس كتير دي ما ينفعش تخش تغري امام عاشور ده وتاخده؟ ما ينفعش تعمل له كوبري وتاخده؟ طب احنا مش هنعرف، احنا كزمالك مش هنعرف، خلاص الموضوع منتهي. انا مش هعرف اعمل كده، مش هقدر اعمل كده. هقعد بقول لك انا جمهور، انا مش لا انا عايز امام عاشور يرجع في نادي الزمالك، بس انا مش هعرف اعمل كده. رحم الله امرئ عارف يقدر نفسه. بيراميدز دي بقى اللي معاها ميزانيه مفتوحه بالمليارات، ما تعرفش تاخد امام عاشور ده من الاهلي؟ يا جماعه امام عاشور هو قوه النادي الاهلي، بتمثل في 80% من امام عاشور. سيبك بقى من الراقش اللي حوالي زيزو بقى والكلام الفاضي ده كله وتريزيجيه ومروان عطيه شغال، كل ده تكميلات. لكن امام عاشور هو 80% حرفيا من قوه النادي الاهلي. ما شاء الله عليك يا ابني، ما شاء الله عليك، والله ما شاء الله عليك. انا ما بكرهش امام عاشور، الراجل ما جاش في يوم من الايام قال لي قلبوا عليا ولا غير في نادي الزمالك ولا كان نادي الزمالك وحش. بالعكس الراجل جالي لحد عندي وانا اللي رميته، قلت له لا يا ابني انا مش عايزك، عشان كان عندي اداره. انا ادارتي كلها كده كده زي الزفت، مش قاعد اتكلم على اداره والتانيه لا. لكن مثلا واحد زي زيزو ده اللي بيعمل لي بتصطاد ايه يا زيزو؟ بتصطاد ايه بجد؟ نادي الزمالك ده خيره عليك على فكره، وعلى عيالك وعلى ابوك وعلى عيلتك، مع احترامي الكامل للاشخاص. انا بتكلم على ان نادي الزمالك ده اللي عمل لك كيان في الاول وفي الاخر. نادي الزمالك ده اللي عرف الناس بيك. مش عارف المعلق بيقول لك ونادي الزمالك ان شاء الله هيرجع يبقى طاير طاير فلاقي زيزو بيعمل لي كده. المباراه بتاع الزمالك اللي فاتت ان الزمالك عايزينه يبقى زي الطير اللي يطير ويحلق ويعمل، فزيزو بتصطاد ايه يا زيزو؟ بتصطاد ايه يا زيزو؟ يا ابني انت اقل واحد في النادي الاهلي فنيا في الخط الهجومي كله. حبيبي انت حسين الشحات اللي بتاع كرويا اللي بقاله اكتر من 4 5 سنين مشطب افيد منك، بيعرف يستلم الكوره عنك يا راجل. بتحتفل بضربه الجزاء كانك جبت جون في نهائي كاس العالم وطالع تعمل لي كده؟ بتعمل ايه؟ هو امام عاشور اللي مصيدكم والله. الواد ده لما غاب، ربنا ما يغيب اي حد، الواد ده لما غاب الاهلي فرقه ملط، حرفيا ملط. كان ظاهر كل واحد بيلعب لنفسه، ما حدش حتى اللي بيلعب لنفسه عنده قابليه ان هو يعرف يلعب. فانت تيجي تحفل عليا يا اللي ما كانش ليك لازمه قبل ما تيجي الزمالك. المهم الاهلي لعب الماتش، بدا الماتش ده بطريقه كويسه طبعا، ضغط على وادي دجله وجون في اول الدقايق وبعد كده جون تاني من ضربه جزاء في اخر الدقايق. بس انا اللي حرق دمي برضو، مين اللي جاب يستروب ده؟ انا مين اللي خلى في مدرب في النادي الاهلي بيوصل اللعيبه دي 20 و30 مره للجون؟ هو مش مشكلته ان اللعبه تضيع، مش مشكلته في ان الحارس الخصم يتالق، لكن انت بتتكلم في مهاجم لسه جايبه، وصلت له كوره مره واثنين وثلاثه لحد ما سجل. تريزيجيه مع يستروب بقى تاني هداف الدوري. تريزيجيه ده طول عمره احنا عارفين عنده ازمه في الفينش، يعمل كل حاجه بس ما يجيبش جوان، زي اخوان بزيرة عندنا كده. لكن انت بتتكلم ان يستروب ده بيوصل اللعيبه نفسها. ايه اللي خلى تريزيجيه هداف دوري ابطال اوروبا وتاني هداف الدوري؟ بيوصل كتير وبيضيع كتير بس بيوصل اخطر. فانا هوصلك 10 15 مره للجون في الماتش، هات لي منهم واحد اثنين انت بقيت هداف الدوري. المدرب ده عامل بصمه مع النادي الاهلي، اللعيبه كلها بتحرد في الملعب. عارف انت الطور اللي لما يكون شادد كده بتاع ساقيه دي، حارت دي او جرار حارت حاجه زي كده، هو يستر ده بيخليهم بيحردوا في الملعب، محدش بيقف. باشا ممنوع الوقوف او الاستسلام، اجري. اللاعب اللي بيشوفه مقصر يا باشا يطلعك بره. امام عاشور نجم المباراه واحسن لاعب في الدوري واحسن واحد بيديك لمسات، والواد اون فاير حرفيا مطلع نار من بقه. أه؟ مش قادر تجري اطلع. تريزيجيه واخد الملعب خط رايح جاي طول الماتش، تعبت اطلع. ما عندوش اي مشاكل. الاخر اللعيبه كلها واقفه، عارف انت زي انا بقى هور مش هقف. ما انا هقف هطلع هيتقل مني، هقعد دكه. لا يا عم انا هكمل واجري. فمدرب عامل شخصيه للنادي الاهلي على ارض الملعب، مخلي اللعيبه اللي على الدكه هتتجنن وتنزل، فمخلي اللي جوه الملعب بيدبدب، عارف انه لو يا باشا اغفل سنه تلاقي غير بقول لك بن شرقي، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد علي بن رمضان قاعدين دكه، هم نازلين من على الدكه. شغل جنان ابتدى. يا عم انا بلعب بايش ومحمد ابراهيم باك يمين
حسام عبد المجيد بيقلش وبيتنك عليا والدنيا زي الفل وشغال يعني عادي. مبروك يا عم، مبروك لجمهور النادي الاهلي. والله كان نفسي النهارده نقول الغزاله طارت كده جابت النسر من قفا، بس ما حصلش نصيب. السلام عليكم.